گهدارین هیوی اف ام دما خوش بی. دخلک اکنودش گوشه زانیارین و شرطی دا اما هنک زانیاری لسر خارنگاه ظهور یا دکوه باجار دیرکه و یا تناسکرن بناوی چردخ ویری و بری خارنگاه بزمانی عربی شمرا باخوه دسبیکی ام خیراتنا تدکن. أهلا وسهلا فيك. أنا سهيل شماس من المالكية، تولد 56، مالكية خانة 660. انت صاحب اقدم مطعم بديرك؟ أنا أقدم مطعم في ديريك. قديش عمر هذا المطعم هذا؟ يعني عمر المطعم أنا اشتريت المطعم بسنة 84، بس هالمطعم عمره مو أقل من 50 سنة، وأول منتزه في المالكية هذا هو معروف، يعني المطعم معروف. واسم الشردخ من وين جاي؟ الشردخ هاي كلمة تركية، هي كلمة ديرية، هي ما بعرف، كل شيء قريب على النهر. كان في أول قديم سائقين ما كان في عندنا في المنطقة في ديريك، كان يجينا سائقين من حلب من شاحنات، كان ينقلوا الميرة، كان يجينا من دير الزور، كان يجينا من حلب، كان يجينا من تدمر، كان يجينا من إدلب، من كل المناطق سوريا. هلا مطعم زين الشام هاي بالذات كانت ميرة، زين الشام بالذات كانت الميرة. يجون ياكلوا هون يعني ويشربوا هون، بقى يعني مثلا بده يتفقوا مع بعض وين رايحين؟ رايحين على الشرداخ. هن لحال التسمية بيناتهم يسموا واحد السائقين. والشرداخ انا سألت عليها قالوا كلمة بالاصل ديرية، كل شيء قريب على نهر يسموه شرداخ. بس اتصور انا تركية هي، بس هو بالاصل من اول لحظة هو اسمه مطعم الزهور. كان مطعم الزهور لما اشتريته؟ والزهور ولحد الان الزهور. انا بيني وبينك انا اخذت المطعم جاهز من المرحوم اسمه حنا مراد، اخذته هذا المحل منه سنة 84، والزلمة انا اشتغلت معه فترة وعلمني الصراحة الصنعة منه. ايه لكان والله الزلمة علمني وله فضل علي، يعني انا ما بنكر فضله. والزلمة كانت سلوكيته كتير صح ومستقيم وناجح وعسكري في عمله. اخذت المطعم بعماله ايوه، كان عندي شغيله واستمرينا، يعني طافي تغيرت شغيله كل فتره، مثلا واحد بده يسافر او بده يطلع او بده يروح او بده يجي، هذا امر عادي يعني. ونحن ضلينا لتاريخ اليوم وشغلنا الحمد لله كويس، ونحن نفس سلوكية حنا مرات. المطعم بقى مثل ما هو، اذا مو احسن مو اقل. والايدي العامله متوفره؟ ايدي العامله والله مو متوفره. بيني وبينك شمال لا، الشيف والشغيله وهدول في عندي بس في عندي شغيله ناقص شغيله، يعني المحل بده مو اقل من 7 عناصر، نحن هلا في 4 عناصر، يعني في 3 ناقصين عنا، بس عم بنحاول. تعرفي واحد يشتغل بدل 2 بين ما نمشي امورنا الا ما يجي لنا شيء واحد ابن حلال. ومو كل واحد تقدر تجيبيه، يعني اذا واحد ما كان له خبره وشغيل وله مستقبل يعني بالشغل ما اقدر، يعني مو كل واحد تقدر تجيبيه من الشارع وتقول له تعال اشتغل. يمكن على هالرواتب يمكن، بالعكس نحن عم نعطي رواتب احلى رواتب. انا في عندي شغيل عم بعطيه رواتب 50,000، يعني في مصروف محل مصروفه كتير باهظ، اذا ما في شغل يعني فيه ضياع بصراحه اقول لك، يعني مصروف المحلات كتير ضخمه والايدي العامله كتير غاليه، وهذا الواقع. والله بيني وبينك الشغل كان، هذا المطعم معروف، شغلنا كان من أحسن مطاعم الموجودة في المالكية. لا تشوفي هالمطاعم الضخمة والأبهة، بس شغل هذا المطعم كان أفضل شغل موجود في المنطقة، شغله أبهة. بس تعرفي نتيجة الظروف وتعرفي الوضع، يعني الشغل ما ضل مثل الأول. على الشغل قل؟ كتير قل، يعني قل مو أقل من 60%. كان زباينكم من المنطقة؟ من المنطقة ومن غير المنطقة، يعني من منطقة كمشي من الجوادية واليعروبية والمنطقة كلها كانت هون تابعة للمالكية. ومطعم هذا مطعم يعني تصوري في زباين إذا ما أجت على الشردغ أكلت في المطعم هذا مطعم الزهور كأنه ما أجت على المالكية. تصوري عندنا هالقناعة لحد الآن، في زباين موجودين يحملوا هالشغلة، يعني إذا ما أجوا على المالكية وما فاتوا إن شاء الله يشربوا كاسة شاي حسوا إنه جو على المالكية. أيوة. شو نوعية الأطعمة اللي بتقدم؟ أطعمة كباب، شقف، فروت، شيش طاووق، كبي عسيخ، كبي نية، كل شيء مشاوي عندنا.
كلمة أخيرة، أشكرك كثير وأشكر هيفي اف ام، ويا ميت أهلا وسهلا فيك، وأيش تأمري نحن جاهزين. يسلموا كثير. على عيني وراسي، يا ميت أهلا وسهلا. گهدارین دلال ام گهان داویا خلک خویا ایروش گوشه زانیارین و شرطی تا خلک کادی هین بمین خیر و خوشیده.